اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. كأنكم داخلين عليا. الفيديوهات اللي فاتت اكيد ما جابتش ولا لايك ولا شير ولا كومنت ولا اشتراك حتى. المشتركين بتنقص، المعجبين بتروح، الاشتراكات بتضيع. كل اللي طالبه منك يا عزيزي المشاهد انك اول حاجه تعملها تصلي على النبي، عشان دي مكسبك ومكسبي. بعد كده نفكر في اللايكات والشيرات والاشتراكات والحاجات الهبله دي. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. يلا بينا نبدا على الفيديو ده. يا غبي حبيبي. استاذه ندى المحترمه اللي كاتبه على 50 جنيه ومبهدلاها. روح يا ابني كده. كاتبه ايه بقى؟ روح قلبي وحبيبي انت اغلى من عمري كله. يا عيني. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، انت ابويا واغلى من ابويا واحلى من ابويا. يعني ايه حبيبي واغلى من ابويا واغلى من اخويا؟ ايه يا ندى هنزيط؟ بحبك بحبك بحبك. ايه الشعر ده يا استاذه ندى؟ وكاتبه ايه بقى؟ الى روح قلبي محمود. محمود الاشعار دي يا محمود. ندى بتموت فيك يا محمود يا حبيبي. ندى بتعشقك، انت اغلى من ابوها واخوها وعيلتها كلها يا محمود. هنا اوعى تصرفها استاذه ندى. احب اقول لك ان محمود صرفها وال 50 جنيه دلوقتي معايا، وعايز اقول لك كل ده عشان انت بعت ابوكي وفضلتيها عن محمود. محمود صرف ال 50 جنيه. سلام. عندك حاج والله، والله عندك حاج. بص ال 50 جنيه اوعى تصرفها. شوف كاتباها بالبنط العريض في ركن اللي روحها. اوعى تصرفها يا محمود. ندى والامضاء بسم الله ما شاء الله منك يا ندى. اوسخ من كده مفيش، عمري ما شفت اوسخ من كده. هي تقول لي يعني ايه مشاغبه؟ بقول لها ليه؟ قالت لي اصل المس قالت لي انت مشاغبه. لا يا ماما. لك المس انت من اول يوم تروحي قالت لك انت مشاغبه؟ طب قولي اقسم بالله. اقسم بالله. طيب انا مبسوطه منك. ماشي يا قلبي. طب ليه بقى؟ حاجه حصلت يعني في الفصل؟ يعني جاوبتي على سؤال؟ لا خلاص، كان البنت اللي قالوا شعرك كده وشعرك كده والبنت اللي زقتني ده، بس الرحمه بقى عسولي. فالبنت اللي زقتك دي انت عملت لها ايه؟ ضربتها. اختيها انت كده مش مشاغبه. الله الحمامه دي. ربنا يخليك. انت دخلتي في الغويط خلاص. شعرك وحش. قلت لها اللي يعجبني بقى كده بقى. يعني ما كانتش عاجباها شعرك يعني؟ دي كده يا دنيا، دي عاجبها شعري بطريقه، بس هي كده. والميس قالت لك انت مشاغبه. غلاويه. البت دي غلاويه، غلاويه قوي يا دنيا. الله اكبر عليك. فكك مني بقى يا دنيا. ماشي يا ام انا لسه بقول عليكي كيوت. ايه عيب كده. رجلي وجعاني قوي. طب لا ماشي. فكك مني يا دنيا. ماشي. انا عرفت ليه الميس قالت لك مشاغبه. ما انت بتكلم امك كده وتقولها يا دنيا. المس مش هتقولك انت مشاغبه. المس المره الجايه هتطردك وتقولك هاتي ولي امرك معاك. كلمه مشاغبه حاجه بسيطه. تشاهد؟ لا انا نتفليكس. الذكاء الاصطناعي ده يا جدعان خلانا في حته 9. شاهد؟ انا شاهد بس نتفليكس. شنو هذا؟ يا ست يلا يا ست. انت مين يا؟ انت اللي مين يا حاج؟ انت مين يا حاج؟ امها. امها ازاي يا حاجه؟ وبتطردك ازاي كده وبتعاملك بالطريقه دي ازاي يا حاج؟ امها ازاي؟ نشوف رد جوزها. ايوه مين يا حاج؟ انت هتبل عليه. مين ده؟ مين ده؟ هترد يا باشا. واحده ما اعرفهاش. لما هي ما تعرفهاش وجاي على باب الله، ما ترضيهاش ليه؟ يا عمي رضيتها بس هي اللي تقيله. لا مش عايزه اللي تمشي. عايزاه. عيب يا بنت. نفسك ايه بس يا حاج؟ قولي ما تتكسفي. هو دي بر الوالدين؟ بر الوالدين يا جحده يا ظالمه. يا ربنا يبارك بيه. لا اله الا الله. ربنا يعمل. بصي خدي 1000 اهو، ولو ناقصك حاجه انا بيتي مفتوح لك في اي وقت. تعالي لي. يا ابني انا كنت جايه اشوف بنتي وحشاني وكرهتني. بنتك ايه؟ ما تعرفيني في ايه؟ جدع. امي. راجل. وانا ما قلتلكش. امي. ما كنتش عايزاك تعرف. 5 سنين بتكذب علي. امك عايزه. 5 سنين بتكذب عليه وتقول له امي ميته يا جحده يا جحده. يا نهار ابيض. على فكره انا بحب المحتويات اللي هي طالعه من قلب الصعيد دي، تكون محتوى هادف. الحاله الوحيده اللي انا شفتها عادله في الفيديو. تكلم جد. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد.
السلام عليكم اخواتي وعليكم وحبايب السلام. قلبي، اطمنوا انا بخير. احنا مطمنين يا كرم. وان شاء الله خير، ربنا يسترها يا رب. إن شاء الله. والجلسه اتاجلت ل 8/10 ان شاء الله، ربنا يسترها يا رب. احلى اخوات في الدنيا كلها. حبيبي يا كروان، حبيبي الحمد لله على السلامه. تظبطوا معنا وحته القشطه يا دي النيل، انا وحته الزبده. ما تبعد بعيد عنا بقى يا مخالد. مرتي انفجرت يا مخالد. حته القشطه، حته القشطه اللي متعصى عسل نحل. يا مخالد بتقولي ايه؟ سامعينا ياما محتواك الجميل. السمنه اتحسدنا يعني قسما برب العزه اتحسدنا. بقالنا يومين مرميين في السرير، ما حد بصوا يعرف عننا، لا قادرين نتحرك ولا قادرين نقوم ولا قادرين نتنال ولا قادرين نعمل اي حاجه. داري على شمعتك ياما، داري على شمعتك يا حبيبتي. كميه العلاج معدتي وجعتني من كتر العلاج اللي باخده. حياتك كلها هاتها على الملأ. اتطلقتي وقتين، اتجوزتي وقتين، ابنك عنده كام سنه، بتاكلوا ايه، بتطبخوا ايه، تنقصي تقولي لنا بكره هتلبسي ايه. كده كمان اتحسنت يا عيني. اهو. ايه ده علاجك انت ولا ده علاج انا؟ هي وخالد. بصوا مش قادرين دور. مش عايز اقول لكم على الدور اللي احنا قاصدينه عامل ازاي. يومين جسمنا متكسر، كحه هتلاقي. ايوه. لا ما رجعناش. الحمد لله. كحه وسخونيه. انت خالد اكيد داب. ما تكتب بطنه وجعاه. انا وحته القشطه في يوم واحد، حته القشطه حته الزبده اتحسدنا. عليك يا ابني، عيني عليك يا حبيبي، عيني عليك يا ضنايا. اضحك يلعن، اضحك. عين واحنا عارفين عين مين دي، بس انا خلاص استويت وبعلن استسلامي. وانا عارف عين مين. ابو خالد بيمسي عليك. عارف صينية البطاطس بتمسي عليك والله العظيم. زورنا وجعنا من البطاطس المقليه اللي هو بعملها. يلا يا جرنس، انفد بجلدك، انفد بجلدك. بقيت اوريكم حته القشطه تتاكل الاكل وهي قاعده بتكتب الهوم تاني. لا بصوا بقى، احنا بصين. اسمها ايه الكلمه اللي انت بتكتبها يا لولي؟ كعب الغزال يا متحني بدم الغزال. يا شباب الله اكبر على الصرف، بسم الله ما شاء الله. يعني ايه دافع؟ الكيب اللي بيتلبس دوت اللي فوق. اوه كعب. والكلمه اللي جنبها كان ايه؟ كان برافو. يعني ايه؟ يعني حاجة بتتشرب مثلا. عيني عليك. طيب والكلمه اللي جنبها؟ جود. ايه؟ اوه واو. كود. اوه يعني ماي إيه؟ كود. انا عارفه السرير بتاع الاطفال دوت هو دوت. عيني عليك. الله اكبر، بسم الله. إيه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم لا حسد ربنا يحميهولك يا رب. يا رب تفرحي بيه وتحضري فرحه قبل ما تموتي يا مخالد يا رب. صارف باين التيك توك باينه يا مخالد. اللهم لا حسد، 5 في عيني. اجمد كده ولا لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تتبخر النهارده. أيوة. ابخرك. ايوه لازم. تستاهل طبق الملوخيه اللي انا بعمله لك جوه. هاتي بص يا روحي على القشطه يا روحي. حبيبي والله يا حبيبي. مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابو خالد بصوا الفيديو دوت مش هجوم على حد، الفيديو دوت مجرد دفاع بس عن نفسي. تمام. والفيديو دوت هيطول شويه، فلو بتزهقوا اقلبوا عشان ما اضيعش وقتكم. والله العظيم يا ابو خالد انا زهقان من ام خالد اصلا. انا جاي زهقان وطهقان وجرفان. انت مش تكمل عليا انت كمان بالله عليك، عشان انا جبت اخري وتعبان. عايز انهي الفيديو عشان نخلص، الناس وراها شغل. يا جماعه الموضوع عمره ما كان شر. تمام. هي ام عيالي وبيننا اسره وبيننا عيشه وبيننا عيال. بس مبدئيا لو احنا ما كناش ردينا على كل كومنت ما كانش الموضوع. مبدئيا كلامه حلو، مبدئيا يعني احنا لسه بنفرش الحصيره. كلامه حلو والراجل جاي يلطف. بكره ولا بعده باذن الله هتلاقوا ام خالد وام خالد رجعوا وبقوا سمنه على عسل، وحته القشطه قاعده جنبيهم على الانتريه. للناس ده مبدئيا ما كناش هنخلي حياتنا كده على المشاع. بصوا عادي جدا اللي احنا ننفصل. تمام. يعني ناس ياما بتنفصل، بس اللي مش عادي اللي الناس تتفرج علينا. انت بتقولي ان الموضوع اذيكي نفسيا وانا مش عارف اشوف عيالي، ده مش اذيني نفسيا. هي بتقول اللي هي طلبت الطلاق. تمام. وارد جدا اللي انا اكون السيء في روايه احدهما، بس احنا مش هندخل في اللغه العربيه، ولكن
اسمها رواية أحدهم مش أحدهما، اللغة العربية الفصحى. واللي مش طبيعي اللي انا ما اشوفش عيالي. أيوة. ازاي؟ أيوة. خلافاتنا نخلصها أيوة. بعيد عن العيال، ده اللي فارق معايا. بالنسبه لحته البلوكات، بتقولي اللي انت عامله لي بلوكات، تمام، وده من حقك، وارد لما بتشوفيني بتتضايقي، تمام، دوت عادي جدا. اسف لو كانت رؤيتي يعني بتضايقك. وصح الحته بتاعت العيشه دي، ما دام انا عيشتي سودا وايامي صعبه، جبنا العيل، نجيب العيل التاني ليه؟ طيب نجيب العيل التاني ليه؟ طب طالما ايامي صعبه وعيشتي صعبه. والحته الفلوس، في كلام طالع اللي انا ما بصرفش على عيالي. كلامه مقنع. لا انا بصرف والله كلامه مقنع، انا بدات اصدق. فلوس، بس انا مش هثبت دوت، وانت عارفه اللي هو حصل، وعارفه اللي انا ببعت، بس عيب 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 اللي انا اثبته. وانا برد عشان الكلام اتقال، انا عمري ما اتكلم في فلوس ولا الكلام ده، بس انا برد عشان ادافع عن نفسي بس. لكن انا مش هثبت دوت عشان عيب عيب اللي انا اثبت، عشان هي برضو ام عيالي في الاول والاخر. انت قلتي ان بعد الشر عليكي لو حصل لك حاجه ان عيالك ما لهمش حد غيرك، صح؟ لا، عيالك ليهم اب، ليهم لحم ودم، ليهم حد يصرف عليهم، عمري ما اقدر انساهم. احنا متجوزين بقالنا 8 سنين، تمام، 5 سنين منهم انا اللي بصرف على البيت، تمام، وال3 سنين التانيين دخلت الشهرة وبقت متطلبات زايدة وبقى دخل زايد، تمام. ازاي انا هقدر يعني اكفي متطلباتك دي كلها بعد ما العيشة اتغيرت؟ وانا كان يعني دخلي برضو على قده، وانت معظم الوقت كنت بتمنعي ظهوري. لكن لو جينا نتكلم من الاساس، اصلا مين اللي سمح اصلا بالسوشيال ميديا؟ انا. لو ما كانش فيه نت وميديا وكلام من ده، كان حلي انا اللي بصرف برضو لحد الان على البيت وعايشين وكلام من ده، وما كانش الفلوس الكتير دخلت حياتنا، كنا عايشين وراضيين ومبسوطين ومكفيين بيتنا ومية مية. وفي النهايه انا باكد ان دولت عيالي، وانا ماليش غيرهم في الدنيا، وانا مش بهاجم يا جماعه، انا بس بدافع عن نفسي عشان اتقال في كلامي وفي عرضي وفي شرفي كلام ملوش لازمه، بس مش اكتر. حتى لو كان في طلاق فهي برضو ام عيالي، وانا دايما فاكرهم بكل خير وبكل سلام. وولادي باكد ان دولت ولادي اللي انا عمري ما هنساهم ولا عمري هقدر استغنى عنهم، عشان دولت لحمي ودمي وانا عمري ما استغنى عنهم. شكرا لكم جميعا. عظيم، كلامه مقنع 100%، والله ما في كلمه من اللي جالها غلط. اصدقه وابصم معاه بالعشره، والله كلامه منطقي، كلامه منطقي الصراحه. اتوقع ان فعلا بسبب العيشه وتغيير المستوى، ابو خالد للاسف مش كان بنفس مستوى الشهره دي. ام خالد اكيد يعني اضطرت تصرف هي على البيت غصب عنها، بدات تحس ان هي المسؤوله اكتر من ابو خالد، بدات تحس ان هي مش بقت محتاجاه زي الاول. للاسف مع شدنا بتتغير بننسى اصلنا، الله اعلم، بس دي رايي من الكلام اللي بقوله ومن الفيديوهات اللي هي بتنزلها. لكن شاركونا ايجابياتكم مش سلبياتكم، فضايحكم ملت السوشيال ميديا. كده نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير. قبل اللايك وشير صلى على النبي، دي مكسبك ومكسبي، والسلام.